الترند التركي الشهير كازاندي قد ايه طلع طعمه تحفة ولذيذ ومقاديره سهلة جدا. دي مش اول مرة اعمله، دي تاني مرة من جماله. هنعمله النهاردة بطريقة بسيطة خالص وكمان مقادير بسيطة، بجد روعة، هيعجبكم جدا. تعالوا نشوف عملنا ازاي. اول حاجة معايا 2.5 كوب حليب بارد مش سخن، بنزل بيهم كده وعليهم صفار بيضة ورشة فانيليا او نقطتين فانيليا سايلة اللي موجود عندك. هنزل بقى من كل حاجة معلقتين سكر، معلقتين دقيق، معلقتين نشا. ولو مش عايزة تضيفي البيض تقدري تضيفي معلقة من كاستر، وبقلبهم كويس مع بعض كده وارفعهم على النار. في الأثناء دي أول ما ارفعهم على النار هجيب بقى طاسة فيها معلقتين سكر بودر أو سكر عادي سنترفيش، وبرفعها على النار برضو على نار هادية واسيبها تتكرمل. هنا بقلب البودنج بقى كويس جدا على النار، على نار هادية، وإيدي فيه مش بسيبه، وهيبقى بالقوام ده. أول ما بيوصل بالقوام ده بنزل عليه بمكعب زبدة كبير وبقلبه. بعد كده بطفيه على النار. هنا السكر اتكرمل معايا، مش عايزة اغمقه كتير عشان ما يمررش. هكرمله كده بالشكل ده، شايفين اللون بتاعه ذهبي كده غامق. هنزل بقى بمعلقتين من البودنج اللي انا عملته وهقلبهم على الكراميل، هقلبهم كويس جدا لحد ما يندمجوا. وبعد كده بفردهم في الطاسة، ولازم الطاسة تكون ما بتلزقش يعني. بفردهم كده كويس في الطاسة وبنزل بقى بباقي مقدار البودنج وبفرده برضو على قد ما اقدر. شايفين القوام بتاعه ناعم جدا وطعمه لذيذ. وبعد كده بسيبه على النار من 2 ل3 دقايق بالكتير، مش اكتر من كده. بعد كده بقى دي من عندي انا مش موجودة في الوصفة، بنزل بمعلقة جوز هند ناعمة على الخليط بعد ما بطفي عليه على طول، وبسيبه بقى يبرد على الرخامة، مش بدخله التلاجة عشان يتلف معانا بسهولة. لو دخلتوه التلاجة هيتقطع منكم. بعد كده ببدأ ان انا اقطعه بعد ما برد خالص، بقطعه كده بالراحة خالص، وببدأ ان انا الفه. اكون بقى محضرة المكسرات بتاعتي عشان ازينه، وبزينه بكل سهولة، بجد تحفة، هيعجبكم جدا. طعمه خطير، طعمه شبه الكريم كراميل شوية واحلى كمان. بزينه كده بالمكسرات وبقدمه. بجد اعملوا الوصفة دي هتعجبكم، وسهلة جدا ومقاديرها كمان بسيطة وموجودة عندكم. اعملوها بقى وقولوا لي رأيكم في التعليقات، عجبتكم ولا لأ؟ بجد هتعجبكم، تحفة.